ازيكم؟ هنعمل مع بعض كحك العيد الناعم بيدوب في البق بطعم وريحة زمان، بمقادير مظبوطة من أول مرة. هنعمله دايب بسمنة سخنة مش مقدوحة علشان يدوب معانا ويدينا طعم زمان وفي نفس الوقت ما تتعبناش. يلا نشوف الطريقة والمقادير، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد، والمقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. معانا كيلو دقيق ننخله كويس، و500 جرام ملبن يكون نوع كويس ونشتريه لونه فاتح، و550 جرام سمنة للكحك الناعم، واللي بيحب الكحك خشن هيستخدم 500 جرام سمنة بس. ومعانا 2 معلقة سمنة كبيرة، 2 معلقة سكر كبيرة، كوب ماء دافئ للعجن هنستخدم نص كوب للخميرة، كيس خميرة فورية، نص معلقة صغيرة بهارات كحك بودرة، ومعانا المكون السحري معلقة صغيرة محلب بودر، وده المكون السحري لطعم زمان وهنشوف هنستخدمه ازاي. المحلب بنشتريه حصى من عند العطار مش ناعم، علشان لازم نحمصه قبل ما نطحنه. وفي طاسة على نار متوسطة هننزل فيها بالمحلب مع التقليب، نحمصه لحد ما نشم ريحته من غير ما يغير لون علشان ما يمررش طعم الكحك، وهنطحنه ناعم وهنستخدم منه معلقة صغيرة. وهنضيف المحلب بعد ما طحناه وبهارات الكحك مع الدقيق ونقلبهم مع بعض كويس. واللي بيحب طعم السمسم ممكن يضيف 3 معالق سمسم متحمصين في المرحلة دي مع الدقيق. معانا 500 جرام ملبن، أهم حاجة يكون نوع كويس، يكون الملبن لونه فاتح. وهنضيف عليهم معلقتين سمنة ونخلطهم كويس مع بعض عشان الملبن ما ينشفش مننا وقت التسوية وما يلزقش في ايدينا. هنخلطهم كويس بالشكل ده لحد ما يتمزجوا مع بعض خالص. هنبدأ نشكلهم بحجم 6 جرام أو زي ما تحبوا، وهندخلهم التلاجة لحد ما نخلص عجن. هننزل بكيس خميرة في نص كوباية مية دافية، وهننزل عليها بمعلقتين سكر وندوبهم كويس ونغطيهم ونسيبهم على جنب. هننزل بالسمنة على نار متوسطة لحد ما تسيح معانا، ونسيبها بعد كده 10 دقايق مش أكتر من كده، متوصلش لمرحلة الغليان، سخنها بس 10 دقايق. هننزل بالسمنة اللي سخناها بالراحة خالص على الدقيق بالشكل ده كده على الأقل مهلنا. هنقلبهم مع بعض كويس، بس نستخدم معلقة خشب أو سيليكون، ما نستخدمش ايدينا عشان ما نتلسعش. خلي بالنا ما نستخدمش حاجة بلاستيك، نستخدم معدن أو إزاز بيستحمل الحرارة، ونقلب بالراحة لحد ما الدقيق يشرب السمنة كلها. يبقى معانا بالشكل ده كده، هنسيبه لحد ما يهدى، يبقى دافي كده مش بارد، ونبدأ نشتغل فيه. وبعد العجينة ما بقت دافية نقلناها في بولة عشان نبسها، ودي أهم خطوة لنجاح الكحك. هنبسها لمدة 15 دقيقة مش أقل من كده. كل ما هنبس العجينة أكتر كل ما كان الكحك ناعم معانا، المهم ما نزهقش. لما العجينة توصل معانا بالشكل ده هنضيف لها الخميرة وهنلمها بإيدينا بالراحة، ما بنعجنهاش. وأنا بفضل استخدام الخميرة مش البيكنج باودر، لأن الخميرة هي اللي بتدينا ريحة الكحك بتاع زمان. نفضل نلمها لحد ما المية تختفي معانا. المهم نلمها بالراحة
لأن الكحك ما بيتعجنش، عشان العجينة ما تعملش عرق مننا. وهنضيف لها باقي كوباية المية بالتدريج. لو محتاجتش معانا كل كوباية المية مش مشكلة، مش لازم نكمل الكوباية، بس أهم حاجة ما نزودش عن كوباية مية. ونلمها بالراحة، نفضل نلم في العجينة لحد ما تبقى معانا بالشكل ده. ناخد منها قطعة نختبرها، نعملها على شكل كورة ونضغط عليها. لو ما شققتش معانا كده العجينة ناجحة. ولو شققت معاكي ما تضيفيش أي سوائل، هنسخن معلقة سمنة ونضيفها لحد ما تظبط. لو العجينة سايحة وحسيت إن سمنتها كتير، هنضيف لها دقيق بالتدريج لحد ما تظبط معانا، وده بيختلف على حسب نوع الدقيق. وزي ما قلنا ما بنزودش أي سوائل، وهنسيبها ترتاح 10 دقايق مش أكتر، لأن الكحك ما بيتخمرش. وده شكل العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقايق، مشققتش معانا، وبكده النتيجة ناجحة جدا وممتازة. نبدأ نشكلها كورة حجم 22 جرام أو زي ما تحبوا، ونفرغها ونحشيها بالملبن. نفرغها بالشكل ده بكل سهولة. ونحشيها بالملبن ونقفلها بالراحة، نصرها بإيدينا كده ونلفها بإيدينا على شكل كورة. وأنا هنا استخدمت لتشكيل الكحك البصامة، ممكن تعملوها بالمنقاش اللي تحبوه. وده شكلها قبل ما تدخل الفرن، متسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة 15 دقيقة أو لحد ما تاخد لون ذهبي من تحت. الكحك ما بنولعلوش الشواية، ونرشهم سكر وقت التقديم. وبألف هنا، جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتات، وانتظروني في وصفة جديدة. ولو عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوهولي في التعليقات.